7 قتلى وجريح في حريق مهول شب في الساعات الأولى من صباح اليوم بخيمة بالمركب السياحي الشاطئ الأزرق أزير بزيرالدا بالعاصمة. الحادث المأساوي الذي اهتز له المقيمون بالمركب كان نتيجة اعتداء مجموعة من الشباب بالألعاب النارية الخطيرة على الخيمة التي كان بداخلها 8 أشخاص من بينهم فتاتين، ما أدى لاختناقهم جراء الدخان الكثيف بداخلها قبل أن تأتي ألسنة اللهب على القاعة بأكملها. يتم مثلا الاعتداء في قيام مجموعة من الشبان باقتحام الخيمة المتواجدة بالمركب وإشعال وإضرام النيران بالخيمة. الكل 7، كاين 5 رجال و2 نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة. على الفور تم تشكيل دورية من وحدات الكتيبة والتنقل إلى عين المكان رفقة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة للقيام بالمعاينات اللازمة، وتم فتح تحقيق على الفور، تحريات متواصلة من أجل توقيف الفاعلين. مسرح الجريمة وإن اختلفت ماهيته بين خيمة وملهى ليلي، إلا أن شهود العيان أكدوا أن نداءات عديدة وجهت إلى القائمين على المركب على خلفية الاعتداءات على الأشخاص والأملاك التي يعرفها هذا المكان السياحي بين الحين والآخر، والأصوات الساخبة التي تصدر من الملهى إلى غاية الساعات الأولى من الصباح. كسروا طوموبيلات منا كي شافوا سكر الباب منا كسروا الزاج تاع الطاقة هذيك ولاو يتيروا عليهم بالسينيار كي شافوا النار منا كان اللي ما قدروش يهربوا، فاهم، ما قدروش يهربوا. هذاك اللي صار هذاك ما كان جبنا عليه هذاك هي فيها سهرات فيها منا هكا، هو كيما نقولوا يخدم انوار لا كواغط لا والو فاتحه انوار منا. كانت تصفيه حسابات بين جماعه لهنا وكانت عندها شهر من اللي ضربوا هنا، عندهم ضربوا ديجا شحال من خطران وجولو نقولوا له اختي هنا ماشي مكان تاع ملهى، هنا تسمى مركب سياحي عائلي ما كاش ملاهي، هنا ماشي مكان تاع الملهى. هذا وتتواصل التحريات الأمنية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الكارثة التي تطرح العديد من الاستفهامات حول طريقة تسيير الكثير من المركبات السياحية ببلادنا.